والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السيد الوالي المحترم، السيدات والسادة أعضاء المجلس الجهوي المحترمين، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسعيد مبارك سعيد، نسأل الله عز وجل أن يتمم ما بقي من أيام رمضان بكل خير، وأن يهل العيد السعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية وعلى جلالة الملك نصره الله بكل توفيق وتأييد وسداد. الحضور الكريم، بناء على المادة 45 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، ونظرا لعدم توفر النصاب القانوني للتداول والتقرير بشأن مقررات الدورة، أي بشأن جدول أعمال الدورة، سواء من حيث الدراسة والتداول أو من حيث اتخاذ المقررات. بناء على ذلك وإعمالا للمادة 45 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، سنرفع الجلسة على أن يوجه استدعاء ثاني لأعضاء المجلس وفق ما تنص عليه القوانين والمساطير ذات الصلة. وشكرا جزيلا. رفعت الجلسة. السيد الرئيس، تفضل. شي ملاحظات؟ ملاحظة السيد الرئيس، إذا سمحت لي السيد الوالي، السيد الرئيس. رفعت الجلسة قبل ما تفتحها من الناحية ديال الشكل تفتحها وعاد الكلمة هي الافتتاح. ما كاين مشكل، ما كاين مشكل. هذا هو يفتتح. هذا الشكل، لفظ الافتتاح هذا الشكل ما كاين مشكل. هذا الشكل غير الناحية ديال المؤسسات. السيد الرئيس، أنا جاي ضرب 700 كيلومتر بكل احترام للحدث كان اليوم، بكل احترام للعذر ديال السيد الرئيس. كان يعني التسيير ديال المؤسسات فوق كل اعتبار. إلا كان من الضروري باش تأجل الدورة لا يناقش نظرا لأهمية الحدث إلى آخره، ولكن طريقة باش وقعت الأمور، أنا شخصيا أسجل هذه الملاحظة، لأنه ما يمكن شيء واحد الدورة قانونية يتعرف التأجيل ديالها مسبقا. هذه هي الملاحظة الأساسية وما غاديش نطول. التعرف عند الخاص والعام هذا كنظن يمس بالمؤسسة الضوابط ديالها. كان يمكن الدورة تأجل، يعني نوصل لنفس الهدف ولكن بطريقة أنجح، ماشي بالطريقة ديال الإعلان ديالها. وعندي مسائل يعني واضحة بأنه تعلن على أنه الدورة سيفتتحها نائب للرئيس، ثم ما غيكونش النصاب، ثم تؤجل. هذا غير كنبه باش مرة أخرى نحترموا الضوابط ديال المؤسسات، وكنكرر بكل تقدير واحترام للحدث ولعذر السيد الرئيس، وشكرا. بالنسبة إلي، أنا كلفت من طرف رئيس المجلس ومن طرف مكتب المجلس بتسيير هذه الجلسة. السيد الرئيس عنده يعني ظرف طارئ وجلل وذو قيمة كبرى، يتعلق الأمر كما تتبع المواطنون في الإعلام بدعوة تلقوها لحضور رؤساء الجهات، تلقوا دعوة لحضور حفل توقيع اتفاقيات بين يدي جلالة الملك هذا اليوم. نحن كمنتخبين نعتز أيما اعتزاز بهذا التشريف. هذا عذر السيد رئيس الجهة، وأنا كلفت بتسيير الجهة من طرف المكتب. هذا هو العمل المؤسساتي. الآن بين أيدينا حالة عدم اكتمال النصاب وعدم توفر النصاب. القانون يقول بتوجيه استدعاء ثاني في ظرف 3 أيام على الأقل و5 أيام على الأكثر.